في لحظات في حياتك بتحس إن إحنا مش لوحدنا في الكون، في حاجة كبيرة جدا بتحركنا وبتوجهنا وكأننا جزء من معجزة ما. وعلشان أكون صريح معاك، كل يوم بنعيشه هو معجزة بحد ذاته. طيب خليني أخدك معايا في رحلة عن العقل البشري، العقل اللي مش بس أقوى من كل الكائنات لكن كمان أعظم من أي آلة صنعها الإنسان. إزاي العقل البشري ده بيشتغل؟ وليه بيميزنا عن كل الكائنات التانية؟ هل هو مجرد تطور ولا في حاجة أكبر بتخلي عقلنا يعمل حاجات ما حصلتش قبل كده؟ خليني أقول لك قصص وأرقام هتغير كل فكرة عندك عن الدماغ البشري. تعال نبدأ مع بعض. أهلا ومرحبا بكم في أول حلقة من برنامج لحظة اكتشاف. أنت عارف إن الدماغ البشري بيحتوي على 86 مليار خلية عصبية؟ ده بيخلي الدماغ بيعمل أكتر من 100,000 عملية في الثانية الواحدة. أنت متخيل الرقم؟ في دراسات بتقول إن هو 38 تريليون عملية، وفي دراسات تانية بتقول لك إن هو 50,000 عملية في الثانية الواحدة. بس سواء كان الرقم 38 تريليون ولا 100,000 ولا 50,000، الرقم كبير جدا. تخيل لو أنت عندك كمبيوتر عملاق شغال بأقصى سرعته، دماغك أنت أسرع منه. العمليات دي بتشمل كل حاجة أنت بتعملها وأنت واعي، زي التفكير والتحليل والقرارات، وكمان الحاجات اللي أنت مش واخد بالك منها زي التنفس وضربات القلب وهضم الطعام. ولا مش بس سرعته، ده عبقريته كمان. الدماغ بينقل الإشارات العصبية إلى سرعة تصل 268 ميل في الساعة، اللي هو حوالي 430 كيلو متر في الساعة الواحدة، وده اللي يخليه أسرع وأكفأ من أي جهاز صنعه الإنسان. بس خلي بالك، رغم السرعة دي كلها دماغك بيشتغل بطاقة أقل من اللي بتستخدمها لمبة نور عادية، اللي هي 20 واط تقريبا. يعني أنت شايف معجزة تقنية على مستوى مش طبيعي. في دراسات بتقول إن العقل البشري قادر على تخزين أكتر من 2.5 معلومات من البيتا بايت. يعني تقدر تخزن 300 ساعة من الفيديوهات عالية الدقة. لو حاولت تستوعب الرقم ده هتحتاج حوالي 3 مليون كورس CD لتخزين البيانات دي. كل المعلومات دي متخزنة في مكان صغير جدا، اللي هو أقل من كف إيدك. في البداية العلماء كانوا بيعتقدوا إن المخ بيشتغل زي أي جهاز في جسمك، لكن مع مرور الزمن لقوا إن كل فكرة وكل حركة في جسمك هي نتيجة شبكة معقدة بين الخلايا العصبية تتواصل مع بعضها بشكل سريع جدا. في دراسات علمية اكتشفت إن المخ البشري قادر على إعادة نفسه من خلال التجارب، ودي عملية اسمها البلاستيكية أو المرونة العصبية. في العصور القديمة كان في علماء زي ابن سينا الطبيب المشهور اللي احنا عارفينه، كان في عصره بيدرس العقل البشري، بس اللي كان يعرفه وقتها ما كانوش يعرفوا عن الدماغ اللي احنا عارفينه دلوقتي. ومثل تاني لما العالم ألبرت أينشتاين قال إن الخيال أهم من المعرفة. الجملة دي معناها كبير جدا. المعرفة لها حدود، كل اللي عارفينه دلوقتي مبني على اللي اكتشفناه قبل كده، لكن الخيال ده ملوش سقف، هو اللي يخليك تشوف حاجات لسه ما حصلتش أو ما حدش فكر فيه. يعني مثلا المعرفة بتقولك إن العربيات محتاجة بنزين عشان تمشي، لكن الخيال يقولك طب ليه ما نعملش عربيات تمشي بالكهرباء؟ الخيال هو اللي بيخلينا نطلع بره الدايرة اللي احنا محبوسين فيها بالمعرفة ونبتكر حاجات جديدة تغير حياتنا. طيب لو دماغنا قوي كده، هل ممكن نعمل به أكتر؟ في جامعة هارفارد اكتشفوا إن العقل البشري قادر على توليد 70,000 فكرة خلال اليوم. يعني كل ثانية دماغك بيولد فكرة جديدة. العلماء اتفقوا إن احنا بس مش بناخد قرارات، احنا بنخترع واقع جديد. في أوقات العقل البشري بيعمل حاجات مدهشة زي الفن والحلول الغير متوقعة للمشاكل المعقدة. علشان نكون صرحاء، العقل البشري هو حاجة مش ممكن تبسطها بكلمات قليلة. الناس دايما بتقول إن العقل البشري هو أقوى حاجة أو أقوى جهاز على وجه الأرض، لكن الفكرة مش بس في قوته، الفكرة في إزاي هو بيعمل الحاجات المدهشة دي، زي المشاعر والحب والقلق والابتكار، وأهم حاجة الإبداع. أنا هنا علشان أفتح لك ملف مهم جدا. في السنين الأخيرة بدأوا العلماء يطوروا الذكاء الاصطناعي،
وده بيحاول يحاكي العقل البشري. لكن السؤال هنا، هل الذكاء الاصطناعي ممكن يوازي العقل البشري؟ في مجال زي ال AI بيشتغل على محاكاة العقل البشري زي التعلم وحل المشكلات، لكن في حاجات لسه ما قدرتش أي آلة تعملها، زي الإبداع البشري اللي اتكلمنا عليه من شوية. في قصة شهيرة عن الروبوت صوفيا اللي كانت بتتكلم مع البشر بذكاء عالي جدا، لكن لو سألتها عن حاجة زي الإبداع هتلاقيها مش قادرة تولد أفكار جديدة زي البشر. الذكاء الاصطناعي بيوفر لنا حلول وعمليات سريعة جدا، لكن لسه بعيد عن الإبداع وعن الفن وعن العاطفة، والحاجات دي العقل البشري هو الوحيد اللي قادر عليها. في النهاية احنا قدام جهاز غريب ومعقد وبيشتغل من غير ما نشعر. دماغنا ده مش بس مجرد كتلة من الخلايا العصبية، ده عبارة عن آلة فكرية ضخمة مع قدرات خارقة. سواء كنت بتحل معادلة رياضية معقدة أو بتبتكر فكرة جديدة، عقلك بيشتغل بكفاءة فوق ما تتخيل. لكن في حاجة مهمة لازم نفكر فيها، هل العقل البشري وصل لحدوده؟ هل ممكن في حاجات تانية ممكن نكتشفها عنه؟ وإن كان الذكاء الاصطناعي مش قادر يوصل لمستوى عقلنا البشري، هل ممكن نوصل لحالة تكنولوجية نقدر نطور فيها عقولنا بطريقة تانية؟ في الحلقة الجاية هنتكلم عن إزاي نستفيد من التكنولوجيا في تعزيز قدراتنا العقلية، ونكتشف مع بعض هل المستقبل ده حقيقة ولا خيال. وبكده تنتهي حلقتنا، وإن شاء الله استنونا في حلقة جديدة مع قناة لحظة اكتشاف.